السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيفكم شباب؟ رمضان كريم. مقطعنا اليوم مقطع مصري حرفيا. هذا أول مقطع تقريبا برمضان بينزل. فالمهم راح أرفع فيه وأفتح وأرفع وأمكس البطل فينيكس. راح أرفعه كم جيم بس عشان ما بقدر أرفع الآن بيوم واحد كذا ل1000 كاس على طول، أو يعني 800 750 لا. اللي عجبني في البطل إنه عنده أصوات مصرية وأصوات أجنبية. هذا الشيء ما يعني مش إنه سلبي، إنه تقول إنه لا، إنه البطل مظلوم، إنه مفروض يعني يحسدونا على أصوات مصرية. يعني فاهمين كيف؟ لا، تحس إنه فخم كذا، ولو هو لعلمكم أعتقد نفس الأصوات المصرية هي أكثر، لكن ما تطلع بكثر، يعني الحظ حقك فقط كذا. وبكل اختصار يعني إنه شيء كويس إنه يكون عنده صوت أجنبية وفخمة، مش شيء إنه سلبي. والحين راح نستنيه يفتح، بقي كم دقيقة ويفتح. فاصل ونواصل وعدنا. أوكي، بعد 5 4 3 2 1 let's go. أوكي، إيش في؟ فاصل ونواصل من جديد. اوكي، واخيرا البطل نزل. let's go. راح افتحه. باي باي ساندي. كنت افكر افتح امبر او سبايك، لكن احس انه ساندي كذا، انه عنده حتى سوبر، عنده حرفيا يسيطر على الجيم كامل. اوكي let's go. فتحنا البطل. الحين راح امكسه خلاص. اوكي، راح ارفعه على طول. راح اخذ جوائز الاتقان اللي حصلتها وجمعتها واستنيتها بدون شيء حرفيا، يعني كذا بس عشان اخذها قدامكم. حسبي الله عليك يا سامي، عندي لك مستقبل مكروه في اللعبة حرفيا. انت بتكون اكره بطل في اللعبة، فاهم كيف؟ روح بس روح. اوكي شباب، انا حسبت انه لكل بطل بدون هايبر شارك، بس مع كل الستار باور، ويعني تكون حبة لكل ذا عتاد واحد وستار باور واحدة وجهاز واحد، تكون لازم 12,800 تقريبا او 13,000. عشان تمكس بدون هايبر شارك بتحتاج هذا المبلغ. نقود فقط، مش نقاط قوة. الحين اوكي، راح اخذ هذا الجهاز. احس انه احسن من الاول احس مش فائدة كثيرة. امكسه كمان. اخذ عتاد الدرع لانه يعني اقصد يعني الدمج كذا. اخاف هذا البطل ياخذ نيرف على طول. شايدو يا شو اسمه، احس احس ان هذه يعني في فرق، يعني احس هذه احسن. فالستار باور باخذها، هذيك مش مفيدة مرة، يعني مش احسن شيء، لكن باخذ هذه. المهم العتاد طبعا اللي بيزيد فترة انتظار الجهاز. لا، أنصحكم تأخذوها على الأقل من فوق 16 ثانية، لكن أنا باخذ عتاد الدير يعني عشان الوقت يكون كذا فوق 16 ثانية تأخذوها. الحين شو وين كنت؟ طبعا شايد وجوجو ما أخذوا نيرف إلا جوجو إنها تستاهل، أما شايد لا، قوته طبيعية. أما جوجو حرفيا أعطوها نيرف يعني السوبر هو لأنه السوبر حرفيا إذا يعني تكون أنت فايز خلاص، عندها نقطة دم خلاص، يعني هيل. وتحط السوبر خلاص يتغير كل شيء حرفيا. مستفز يقعد يتفل عليك وبس. جريس عطوها نيرف على إسراع تعبئة السوبر. طيب نيرف على الضرر، نيرف على شو. عندها حتى قوة عنصر الماء لما تكون على الماء وتضرب شخص تبطل مدة 5 ثواني. يعني هذا ما سواها جادجت حتى. ايش ذا؟ هذا اول واحد المفروض ياخذ نيرف. فمش عارف، هو البطل حاليا مش ميتا، لكن يعني ان شاء الله ما بياخذ نيرف يعني. ولو انه ما اخذ نيرف بيكون الكل ياخذه ويكون مستفز وكذا، لكن البطل مش ميتا عادي، يعني ما في شيء. الاحسن ما ياخذ نيرف.
بقى خلاص بحط الآن بطل المفضل وكذا، فاهمين كيف؟ الحين بلعب جيم طبعا بيكونوا كلهم اللي ضدي نوبات، فبمشيها شوي. صحيح شباب، على ذكر موضوع تعديل التوازن، بيني اللي أخذها نيرف على الهايبر تبعها، صارت تشحن ضربتها من بدل 14 ضربة صارت تشحنها ب16 ضربة. هي ضربتين أحسها ما تفرق يعني كثير، لكن مع سرعة التعبئة البطيئة تبعها للذخيرة فأحس إنه بيفرق صراحة، يعني حرفيا أنت تحتاج الهايبر هذا. ويا ويلي إذا سويت الهايبر مع سوبر فينيكس. ما أنا صراحة ما جربت، بس شفت مقاطع كذا. هذه المقاطع على أي شيء على بيني على البطل المفضل يعني أحبه ويكون شيء عليه وكذا باف أي شيء، يعني أفرح كمية الفرح، فاهمين كيف؟ المهم ولو إن بيني بقيت من الميتا، أعتقد إنه ما يعني على الأقل بقيت في الميتا للشهر الثاني هذا. اللي نزل فقط قاس اللي كنت ما أريد ينزل بسبب الدمج تبعه، لكن يعني عادي. أوكي راندوم 700 حرفيا، يعني متوقع إن راندومز أوكي معقول أسويها. لا خلاص أنا ميت، بس خلي عندك ثقة شوي، خلي باز. أوكي لا تلمسوا. أوكي ما بقي إلا واحد منو. أوكي let's go oh my god. بس لا باز يعني قصر، يعني المفروض ينسحب، المفروض كذا يهيل. فيب اوكي. المهم يا شباب، على ذكر الموضوع، يعني مش عارف ايش ملوش لازمة، لكن انه لما عرفت ان البطل فينيكس انه يتكلم مصري فعلا فرحت يعني كذا، وحرفيا ما صدقت كذا، وكنت اظن ان الشركة كذا بس، او يعني فانز يعني يسوي كذا اخبار كاذبة او اشاعات، لكن الحمد لله طلع شيء كويس. فهذا اكثر شيء خلاني احب فينيكس. متخيلين اصلا بطل عربي، يعني عربي يكون في اللعبة، يكون يعني شيء يعني كويس. وان شاء الله كذا يا سوبر، وان شاء الله يعني انه بينزل تيم خلال التيم. بس شو دخلت بينزل تيم يعني فريق ثلاثي، يعني يكمل الثلاثي تبعه، يكونوا عرب كمان، فاهمين كيف؟ عرب. ويب الجهاز هذه أنا بس شوفوا، بس يعني الاحتراف فيها يعني تكون يعني تعبي الذخيرة وبنفس الوقت ترجع لمكان. مثلا واحد يلحقك وانت تريد تقرب منه ترجع بالجهاز كذا، يعني تصدمه، يعني حركة غير متوقعة، فاهمين كيف؟ ولو انها تظهر حتى العدو يمكن يكشفك، يمكن يكون سلبي عليك، لكن عادي ما بتضر يعني بشكل كبير. اعتقد على الاقل تظهر عليك انت. اوكي بس سوبر اوكي خسران ولا شو؟ اعتقد خسران. اوكي بس الراندومز يعني كذا، اذا يعني فزت مرة، فزت على 3 أو 2 خلاص يعتمدوا عليك بشكل نهائي. عارف انك رجعت هناك. المهم ان خلاص يعتمدوا عليك وبيموتوا خلاص، يعني حرفيا راندومز معفن خلاص. يقول انت اشوف نقول مواجهة، يقول بس انت خلاص انت يعتمدوا عليك، يعني ايش ذا بس. صحيح الحين انا وصلت دايموند 3، ان شاء الله بوصل ميثيك قريبا، وهذا اللي كنت اريده، هذا حلمي حرفيا. ان شاء الله بنزل على مقطع. انا اللي اريد احققه اني اوصل 30,000 كأس، يعني في اقرب وقت، مش وقت معين بس في اقرب وقت. اوصل الابطال المفضلة عندي كرو، غاس، بيني وغيرهم، حتى فينيكس 1000 كأس يعني على الأقل. هو أنا كنت برفعهم 1250 يعني. أولا أنا ما قدرت، ثانيا حتى لو رفعت يعني ما بيفيد إنه بيرجع، بس يعني شو أسوي عشان مقطع؟ يعني خلي لما تكون على قدها تكون قدها، وكذا إنه بيخسر كؤوس إذا رفعتها بنهاية الموسم بيروح الكؤوس، فإيش الفائدة؟ بالنسبة لي هذا الشيء مش لصالحي. كمان بدي أوصل ميثيك، لأنه الميثيك والدايموند هذا من أفضل الأشكال المصنفة عندي. هذا يعني أشكال
فاهمين كيف. اوكي نقل المواجهة. اوكي والله البطل فينيكس اسطوري. اوكي بوقف المقطع عشان ما يطول المقطع بزيادة، وبلعب كم جيم كمان واوقف المقطع. اوكي هذا يعني قريبا راح اوصل ان شاء الله. انا رفعت الدايموند هنا يعني ما كنت في صعوبة، يعني حرفيا كله فوز تقريبا. ما شاء الله ما شاء الله، يعني ما لا امر على نفسي. مش وقت اسجل مقطع حرفيا ابلع خسارات، كمية خسارات واقهر وكذا وارجع ذهبي وكذا جولد. لكن ان شاء الله لا ما بيحصل، بتيسر الامور واوصل ميثيك. يعني حتى لو ما عندي ابطال كثيرة يعني الكافية انه ناقص لي بطلين ليفل ماكس، لكن عادي انا بوصل يعني اولها، وبعدين من بعد بمكس الابطال، لانه الحين ما بمكسها يعني فاهمين كيف. عندي فلوس كذا يعني على قدي بوصلها كذا وبرجع العب، سواء فزت او خسرت يعني بجمعها بس عشان يعني البرو باس. لكن صراحة يا شباب مع ذلك أحس إنه البطل في شي خلل، في شي مش طبيعي يعني كذا. أحسه ضعيف وبنفس الوقت قوي، يعني فاهمين كيف. إنه بيتكاونتر من سنايبرات، تكاونتر يعني في عنده كاونترات، في يعني مش متكامل فاهمين كيف. حتى صاحبي إنه قال إنه بطل ضعيف شوي، لكن يعني ما بأخذها يعني كذا. أوكي موت. معقول البريمو يسوي؟ لا 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 لا. اوكي خلاص روحي بس روح. اوكي وين كنا؟ اوكي صحيح يعني الضربة عند يعني ما نقدر ما نقول شي فيها، مع انها تحسها غريبة شوي كذا، وانه الطلقتين اللي جنب الضربة الاساسية غريبة شوي، لكن عادي. لكن السوبر يعني تحسه اذا كان ضد اكثر من واحد او كذا ما تقدر تسوي دوج، يعني ما تقدر اذا انت مش مركز. خسرنا اذا انت مش مركز او كذا. اوكي بلا ليش الراندومز طيب الخرا يعني معفن معي ومش معاهم؟ هذا بس كذا يحسون اني فينيكس لاني المصري يا عمي. نقوموا بس نشوف كم معاهم. اوكي 700 كاس. شوف 2600. اوكي اشوفه يعني متوقع يعني اوكي اكثر مني، يعني هذا على الأقل أكثر منهم. يعني شوف 2 أعلى مني وكذا. ليش يا عمي ليش؟ أنا إيش سويت؟ ليش هذا الحسد كله وكذا؟ المهم فاصل ونواصل. أوكي رجعت والبرو باس، الباس يعني نزل كذا، والسيزون نزل. بقي صندوق الكؤوس ما علينا أصلا، وصفر كاس برضه يطير راح. مع إنه أحسن شيء، لكن الحاجة الوحيدة اللي كان يفيد فيها إنه مصلحة إنه تجيب بيها 1000 كاس الصندوق الموسم. لكن حتى من رفعته 1000 كاس ما حسيت بالفرحة، ما حسيت إنه سويت إنجاز مثل ما برفعها مع جاس مع هذا. وصحيح على ذاك الموضوع 1000 كاس، أنا كنت بنزل مقطع، لكن حظي يعني يقول لي كذا يعني وصلت أكثر من 4 مرات 994 كاس، وبعد أنزل ل 900 يعني 925. ولما أصور مقطع يعلق علي ولاج وكذا، فالحظ مش صالحي، فما أعتقد إني بنزل مقطع عليه الحين. وصحيح على ذكر موضوع سوبر اسمه هذا فينيكس، أنا كنت أظنه المفروض يكون سرعة تحرك سريعة جدا، يعني أنا كنت أتوقعها كذا، لأنه أحس إنه البطل يعني هو للدوج أصلا. لكن عادي أنا أحس إنه بيصير أصلا بروكن بزيادة إذا صار كذا سرعة، يعني سريع جدا. نحط مود الهوت زون. حتى الماب حرفيا لعين فينيكس يعني وكذا. الماب يعني أحسن شيء بيكون المصر يعني كذا. شوف حتى الأطراف يعني كذا، ويعني فاهمين هناك خنفسة هناك سكويك يعني كذا. صحيح يا شباب إذا وصلتم هنا يعني حطوا لايك واشتراك عشان نستمر في المحتوى. وياب يعني حرام ما تسوي لايك وكذا واشتراك، يعني شو بتخسر يا عمي؟ شو تسوي بس وما بتندم، وإني تعب كذا وما تسوي. نرجع للمهم. أوكي هم حرفيا سيطروا على الماب كذا. على خلفية المقطع أعتقد بتكون صغيرة صغيرة. ما بتطلع على الأطراف كذا، وكم مش عارفة ظاهرة أو لا.
لكن يمكن أعدلها بالمنتج أو لا. المهم ركز شوف أسماء هذا أحسن تيم، بس أسماءهم. ركز على الجيم يا أخي، اتصل في أسمائهم. أوكي. جانا أولي. أوكي، أولي أصلا رجع ميتة، هو حرفيا البطل كان زفت، لكن الحين صار ميتة حرفيا من بعد البفين اللي حصلهم. وبس خليكم مع آخر جيم. أنصحكم تخلوه معاه لأنه بيكون جيم حماسي إن شاء الله، أكيد آخر جيم. فبس يلا يا حبيبي let's go. أوكي. اللي ضدنا ماشي حالك بس. أوكي يلا عادي، أنا بدب لحالي. المشكلة إنه الراندومز اللي معي في هذه الحالة قمدني. أوف، نقوت. أوكي. الراندومز اللي معي مش مركزين في هذه الحالات كذا. أوكي، قتلنا الشهرة القمرية. حياك الله. أوكي تعالي. اوكي الشهرة القمرية حتى مش مركز، يعني مش حالك. اوكي هذا يتهور ليش يعني؟ اوكي معقول نوب. اوكي منظر. اوكي شفتم كذا علقت، او مش نيته، مش ما بتعرف تقتلها يعني، بس كذا علقت على كذا يعني، بعذرها. اوكي نايس الجاد جيت هذه اللي هو خد علي قلت لكم عليها، احتراف بالجاد جيت. ماشي حالك. اوكي بفوز صح، بس فانق يا أخي، هذا خصم ما يستهبل. لا تخليه يجيب سبرك. جابه صح، جابه. أهرب بالجيز. أوكي روح بعيد. أوكي أوفا فايز. أوكي والله نجم المواقع. أوكي ظنيت نفسي ميت والله. أوفا أوكي بس جبنا الإتقان تبعه برونزي 1. أوكي نايس الجيم والله، نايس الجيم. مش عارف كيف بس يعني تقول فوز بالحظ يعني، مش صراحة مش احتراف، بس كذا جاني. المهم وهنا بنكون وصلنا نهاية المقطع، أتمنى تكونوا استمتعتم فيه، ونلقاكم في المقطع الجاي. سلام.